تاني بقى. وبعد كده هنجيب الفطير بعد ما ارتاح حوالي نص ساعه، وهبتدي ابططه تاني واحطه في الطاسه. بعد كده نحطه في الطاسه على نار وسط، ما تبقاش عاليه ولا واطيه، تمام؟ نار كده وسط، ونتابعوها يعني نقف قدامها علشان ما يتلسعش مننا، ونغطيها بغطا علشان تبتدي تستوي براحتها وتستوي من قلبها من جوه. نهدي النار بتاعتنا ونسيبها براحتها، واول ما تتشمع من تحت نقوم جايين قلبينها الناحيه التانية، ما تسيبهاش تحمر. انا سهيت عليها شويه فاحمرت. هي مجرد ما تتشمع من النار تقلبيها على طول كام ثانيه، وترجعي تقلبيها على الوش التاني، وتفضلي بالطريقه دي وتقلبيها شمال ويمين لحد ما تستوي من ناحيتين، وتبقى تاخد اللون الذهبي الحلو اللي انت حباه. وتبقى كده الفطيره استوت معاكي، ومن جوه كمان استوت وبقت طعمها تحفه. فطير طري مورق حلو قوي. انا بطلعه